مونتي كارلو الدولية، كافيه شو، ريم علي، رضا جودي، مساحة حرة. ووصلنا إلى مساحة حرة اليوم، والحديث يبقى على المسرح والكتابة. ريم، صح؟ نعم، كل اليوم كان عن الكتابة والمسرح، ويسعدنا جدا أن نستضيف اليوم في مساحة حرة الكاتب المسرحي والمخرج عبد الرحمن خلوف. صباح الخير. صباح الخير ريم، صباح الخير رضا. شكرا كثير لكم للاستضافة، كثير سعيد بلقائي معكم. واحنا أيضا سعداء جدا بلقائك اليوم. شكرا كثير. طبعا الاستضافة اليوم كانت بمناسبة صدور كتابك الجديد اللي هو بعنوان تيليكوموند، اللي شاركت بكتابتها مع الباحث النفسي أو الطبيب النفسي اللي هو نجدة خلوف، وذلك عن دار نشر لزيديسيون مواغ، واللي هلا أنتم بصالون باريس الكتاب عم تقدموا ضمن ستاند من ستاندات هذا المعرض. هو يعني هو معرض الكتاب تبع باريس في أجنحة، فالكل ريجيون منطقة بفرنسا عندها جناح، فنحن موجودين بجناح الكا، بيقولوا له سي اجونس ليفر سينما اوديو فيزوال بمنطقة أكيتان. فهن بيشتغلوا على المسرح، على السينما والكتاب كمان، وعم يحاولوا يعملوا مشروع عنا بأكيتان. هو منيح هذا المشروع، هو انه نعمل صلة وصل بين الكتاب وبين بين الانواع الفنيه الثانيه اللي هي المسرح، اللي هي السينما. فعندهم ستاند كبير، يعني الامكانيه الرؤيه عندهم حلوه، وهيك موجودين بقلب المعرض. فتقريبا بياخذوا 25 دار نشر من المنطقه الاكيتان مشان يعرضوا هي. وبعدين النص كونه جهاز التحكم طلع هو تقريبا من شي 6 شهور 7 شهور، يعني جديد جدا، يعني الآن يعتبر جديد بآخر 2018 تم نشره. هو حقيقة يعني أنا بشغلي أول شيء بلش بعمل عرض مسرحي، وبعدين العرض بدور، وبعدين بقدر لاقي ناشر مشان يطلع الكتاب. يعني الممر من العرض للكتاب شيء مختلف تماما. بس هي الفكرة كونه كانت مغرية كتير لدار النشر اللي كانت حابة كمان إنه نكمل نشتغل سوا. وبنفس الوقت كنت مستفيد انه اخي الطبيب هو طبيب، ما أنا مهنة الكتابه. يعني بلحظه من اللحظات الفكره تحمس لها وكان بده يشتغل عليها، فقلت لحالي لازم نعملها هلا فورا ونطلع الكتاب، وبعدين نعمل الطريق بالاتجاه المعاكس، يعني يكون الكتاب والنص موجود هون، وبعدين نروح لنعمل على اساسه العرض العرض المسرحي اللي كثير متشوق انا اقدر طلعه. يعني ريم، كنا تحدثنا قبل مع البدايه، يعني قبل ما يجي عبد الرحمن خلوف عندنا على العنوان الكتاب تيليكوموند، وقلت لك انه مغري يعني ولافت وفيها رمزيه، صحيح. يعني تيليكوموند فيها رمزيه. الكتابه يعني كتابه النص، احنا زمان كنا نقرا نصوص شكسبير وغيره، يعني النصوص المسرحيه العالميه، لكن هذه الظاهره توقفت خاصه في العالم العربي، كتابه النصوص المسرحيه او نشرها في ورق، صح؟ ايه طبعا هي دائما يعني حتى مو اشكاليه بالعالم العربي، حقيقه هي اشكاليه حتى بمعرض الكتاب. امبارح كنا بهي السيره بحاول النقاش بمعرض الكتاب هون بفرنسا، انه هل المسرح هو ادب؟ ويمكن نظر لمسرحيه على انها هي روايه مثل ما بيقولوا ديالوجي، محاوره، يعني روايه مطروحه عبر حوار. فهو المسرح حرام، يعني دائما عنده موضوع الشك فيه انه هو يمكن ما له ادب، يمكن ما له ادب، يمكن هي الشغلات بس لتتمثل وما بتنقرا. لكن في الحقيقه في اعمال مسرحيه بنقراها وبنستمتع بكل لحظه، وبتعطينا هذا الايقاع الساحر، يعني كانك عم تحضر العرض تماما، سواء بالوصف اللي عم بيصير، سواء بالديالوجات اللي بتكون غنيه بين الشخصيات. ومنهم مسرحية تيليكوموند، لأنه أنا كان إلي الحظ الكبير إني أنا أقدر أقراها. أكيد أنا لي الحظ إني أخذ وجهة نظرك. كان مرحلة الكتابة وكانت مرحلة كمان كتير حساسة، يعني أعطيتيني وجهة نظرك كتير كانت مهمة بالنسبة لي. سؤال لتيليكوموند، هذا جهاز التحكم، يعني هو بيد من هذا الجهاز؟ بماذا يريد أن يتحكم؟ لنعرف شو هو جهاز التحكم بدي أخذ شوية وقت لأنكم عن هي قصة المسرحية، طرح المسرحية يعني. فهي بتدور بمشفى ابن سينا، الأحداث بمشفى ابن سينا، مستوحاة من مقالة صغيرة هيك ب 2014-2015 طلعت على موقع من المواقع اللي كانت كتير تعطي هيك قصص عن الحرب اللي عم تصير بسوريا. فبلحظة من اللحظات 2014 السوار اللي كانوا يحاولوا يضغطوا على دمشق يحاصروها، بدهم ياخذوا موقع عسكري مهم، ولا ياخذوا هذا الموقع لازم ياخذوا مشفى ابن سينا اللي هو مشفى الأمراض النفسية. للي ما بيعرفوا دمشق يعني المشفى الوحيد للأمراض النفسية.
فأخذوا هذا الموقع وقت بلش الضرب هيك المقالة حكيت أنا ما بعرف بعدين ما بيهمني أصلا شو صار بالواقع يعني حقيقة هو اللي قالوا إنه كل العالم هربت المرضى النفسيين ضلوا لحالهم والسوار قدروا ياخذوا المشفى لفترة محدودة كذا ساعة أو بعدين قوات النظام رجعت وأخذت الموقع. هلا أنا بالنسبة لي كشاغل مسرحي يعني بحاول أدور على لحظات مكثفة. أنت كمان بتعرفي أنت جاي من عالم المسرحي لحظات اللقاء المكثفة كتير مغرية إنه ينشغل عليها. فأكيد كنت لحالي مستحيل أقدر أشتغلها. لحظي السعيد إنه الدكتور نجدة خلوف اللي هو أخي أكبر مني ب4 سنين اللي موجود حاليا بالإمارات هو مدير قسم الصحة النفسية بمشفى هنيك. طرحت عليه الفكرة وتحمس وقبل بكرم إنه يشتغل معي. كيف كان التعاون يعني هو أعطاك أمور علمية مثلا؟ لا كان عن جد هي شراكة أدبية وشراكة خلاقة يعني ما أنا أبدا ما أنا استشارة يعني طبية. عرفت علي كيف يعني ولا هو كان قال لي إنه خلاص أوكي بنعمل استشارة طبية يعني شارك بكتابة بعض الديالوجات مثلا للشخصيات. طبعا شارك بكتابة كتير من الديالوجات كتير ملامح شخصيات من المسرحية هي جاية من خبرته خاصة شخصيات المرضى لأنه يعني أنا بدون ما يشارك معي هو هي التجربة ما كنت أتجرأ إنه خيل مثل ما بنقول نخيل على شخصية مريض لأنه ما عندي الأدوات العلمية لطبيب نفسي ومهم كتير لنقدم عرض يعني إنه يكون في له مصداقية فالعالم تقدر تصدق هذا العرض لازم نقدم له أشياء واقعية منطقية علمية ما نحاول إنه كمان يعني وجوده كان هو ضمانة لعدم الدخول بجدلية سياسية بحيث إنه تصور يعني كتير حساسة هلا كل شيء عم يصير بسوريا كل شيء بينكتب طالما في اسم سوري عليه لازم يحمل مقولة سياسية لازم يكون مناصر أو لازم يكون مع أو ضد أو يعني له تبعية ما معينة. تماما. الاستقطاب الاجتماعي اللي انوجد بين العالم بفعل الحرب الأهلية وصل حتى للفن للنصوص. النص لازم يكون مستقطب لازم يكون ياخذ موقف من شيء لازم يكون مؤدلج لازم يكون للأسف شديد. نعم تماما. كتابتك لهذا النص المسرحي هي كتابة نعود لسيرة الأدب والمسرح هي كتابة مسرحية أدبية أم كتابة مشهدية أنك دخلت يعني في أو ساعدت المخرج بعدين من الأدوات العرض الأداء المسرحي من سينوغرافيا وغيره ومشهد يعني أو نص فقط؟ لا هو حقيقة أنا كوني بشتغل بالإخراج عامل دراسة مسرحية يعني ما بقدر أكتب نص بدون ما أتخيله بدون ما أشوف الممثل كيف عم يعمله. بيكون في تقريبا يعني نسخة من الإخراج. إذا في حدا تاني بده يعمله بيكون كتير سهل عليه لأنه عنده كل الأدوات. مثلا هذا النوع من المسرح من البداية قررنا أنه يكون مسرح خلينا نقول إيهام كامل يعني بيقولوا بالفرنسية إميرسيون إنه المتفرج يقدر يمر بتجربة يكون مريض بهذا المشفى بهي اللحظة بهذا الوقت من تاريخ سوريا بهذا الشرط اللي هو من البداية المتفرج لازم يكون لازم نعطيه هذا الإحساس ويكون تجربته الشعورية هي التجربة. ف70% من العرض هو بيكون بقلب الصالة. المرضى هن بين المتفرجين والمسرح يعني يمكن 20-30% من الفعل المسرحي بيكون على المنصة المسرحية. وبس ليكون الممثل على المنصة وعم يحكي على المنصة بيكون له معنى تاني بقلب تطور القصة. يعني أنت تقريبا كمان حتى عامل السينوغرافيا تقريبا وأنت عم تكتب النص المسرحي تبعك. تماما. هو يعني حتى ما بعرف أكتب نص لما بيطلع أحيانا لأنه بكتب قصة بكتب شعر. أنا بالبداية حقيقة يعني قبل ما أفوت على المعهد وأتعلم المسرح كنت شاعر. أول شيء أكتبه بحياتي هو الشعر. فبعدين لما فتت تعلمت مسرح فتت بها قطروني يعني علمونا الأشياء إنه هذا لازم ينعمل هيك هذا لازم يتساوى هيك هي الشخصية هي الوحدات وحدة الزمان وحدة المكان وحدة الحدث. ومن وقتها لهلا وأنا عم ضل دائما عم بشتغل وفق هي الأشياء اللي تعلمتها. هنا أنا تحيلني إلى سؤال آخر هو لماذا دائما يعني عالم المسرح عالم لحاله يعني حتى أن الروائيين والكتاب القصص وغيره صعب أنهم يكتبوا في المسرح فدائما من يكتب المسرح هو مسرحي.
تماما ايه. في مراحل من التاريخ يعني كنا نحمل الشكل المسرحي للكتابه، نحمله احيانا مضامين اجتماعيه، ونحاول انه يكون النص هو اللي عم يقدم هي المضامين. بس حقيقه يعني بمعظم الحالات التاريخيه للمسرح هو كان الطقس هو المهم، هو انه المتفرج يجي وانه الممثل يكون عم يعيش القصه بنفس الوقت مع المتفرج. هي الوصله بيناتهم هي الشرط المسرحي، يعني اللي شرط انتاج هذا العمل. مثلا بكتب شعر، بعد ما قلت لك انه حاولت فوت بهالاطار التعليمي مشان نقدر نكتب مسرح، عم ارجع مع الوقت، عم ارجع اكثر على الشعر يعني. فعم حس انه ما في كتير هدول الحدود. حقيقة لما بتكتب يعني بتبلش احيانا بفكرة معينة، بتقول لحالك بدها بيطلع من يعني بكل شيء ببلش بالشعر. انا عندي بقصيدة حقيقة، بعدين القصيدة نفسها بحس انه ممكن لما بحكيها انا بقدر اسمعها انا لحالي، فبقوم بشتغل مع ممثل بقول له طيب خلينا احكيها انت، فبعد شوي بتصير خلاص موجوده كشكل مسرحي، يعني بآلة سحريه هي غريبه تتحول ما بعرف عنها شو هي يعني. طيب هلا كمان بدنا نحكي عن اعمالك السابقه، لانه احنا كمان كنا استضفناك بمسرحيه ارواح اسمنتيه اللي كنت عرضتها تقريبا خريف السنه الماضيه، واللي هي كمان الكتاب لإلك أو النص المسرحي لإلك، واللي أنت قمت بإخراجه أيضا. كانت أول تجربة إخراجية لإلك للمسرح؟ لا اشتغلت من الإخراج تقريبا من 2011. اشتغلت أول عمل إخراج لإلي كان سر عائلي نص لعمر سواح، مكتوب ب 2005-2006 ومترجم للفرنسية. بعدين اشتغلت ببداية إخراج تحت الجسر، يعني اشتغلت شوي مع شاركت بإخراج تحت الجسر، هي أيضا من كتابتك ومن إخراج كانت عمر سواح. ايه تماما. بس كمان يعني خلال هي المسرحية قدرت شوي كمان أعرف إنه بقلبها ما عم بكتب أنا بس مسرح، عم بكتب أكثر إخراج كمان. فحتى لما كان في ترجمة مثلا لازم تجي مع الفرنسي مع العربي، بقلب الكتابة تخيلت هي الشاشة الإعلانات اللي راح تقدم عليها. ما عم بعرف أكتب وأعطي لمخرج تاني يمثل. يمكن هي يعني أكثر الدفو يعني بدك أنت تعمله، يعني عم تحس إنه أنا الكتابة اللي عم بكتبها أنا بدي أخرجها كونه أنا شايفة، يعني عم تحس إنه هذا العمل أنت تمتلكه براسك كإخراج حتى وليس فقط كنص مسرحي. يعني عندي رؤية، بس بعدين ما أبدا يعني ماني من النوع المتشدد لرؤيتي. بحب أقدم رؤية، بس لما عمر بلش يشتغل مع الممثلين طبعا أعطيته وجهة نظري، وبعدين قلت له أنا بالتأكيد عندك كل الحرية تعمل اللي بدك إياه. فاشتغل الإخراج مع سيباستيان لورييه اللي كمان هو مخرج من بوردو. هن الاثنين عملوا شيء تاني مختلف غير اللي أنا قلته. أحيانا حتى ما كنت موافق معهم يعني. طبعا هي مو مشكلة إنه الإخراج هو كتابة ثانية للنص، هكذا يقال. نتوقف الآن ريم مع فاصل غنائي ونعود لمواصلة الحوار مع ضيفنا الكاتب
هات مونتي كارلو الدولية، وإلى ضيفنا لليوم ضيف مساحة حرة عبد الرحمن خلوف. مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا بك ريم. احنا في البيت دائما نبحث عن التليكوموند. التليكوموند وين التليكوموند؟ وين التليكوموند؟ فين حاطين؟ وفي منه بيقول لك روح جيب لي التليكوموند. روح جيب، انت واقف جيب لي التليكوموند. واقف جيب لي التليكوموند وانت واقف على شيء آخر. فعنوان جميل المسرحية، وكتبتها بالعربية أصلا. هي طبعا اشتغلنا على النص مع الدكتور نجدة خلوف بالعربية حتى العامية، لأنه هي كمان موضوع تاني. علاقتنا نحن العرب باللغة الرسمية اللي هي لغة المؤسسات الدينية والتعليمية، اللي هي لغة الدولة، لغة الدولة ولغة التفكير، وكأنه في جنبها شيء تاني هو اللي اسمه اللغة العامية اللي بنحكي فيها الأشياء بس للأسف يعني هي اللغة العامية اللي بنحكي فيها الأشياء الحياتية، الأشياء اللي بنحسها، المشاعر الصغيرة كلها بنحكيها بهي اللغة. يعني نكتب نصوص باللغة العربية الفصحى هي أكثر استعراض فكري من إنه مشاعر عم نوصلها لحدا ثاني. لا تشبهنا يعني كثير يعني. تماما. فهي النزعة هلا للكتابة باللغة العامية باللهجات المحلية أنا كثير مناصر أكثر حقيقة يعني. بتحسها أكثر حقيقية يعني بالتعبير عن كل شيء عم تفكر فيه أو عم تحسه كشخصية أو كحتى حوارات أو حتى كشرح شو عم يصير من أحداث بقلب المسرحية. حتى يعني هو العمق يعني أكثر من هيك. هي اللي بيقول مثلا لاكون بيقول الفكرة لا توجد، وإنما نفكر عبر الكلمات. شو هي الفكرة؟ طالما ما عم بحكي معناتها ما عم فكر، ما في شيء. لما بلش احكي بصير هي الكلمة هي الفكرة اللي عم تطلع. طب إذا أنا عم فكر بنفس الكلمة اللي مكتوب فيها النص القرآني اللي من 1400 سنة، واللي مكتوب فيها كل الحوادث التاريخية، واللي حملناها كل اللي حملناها من المآسي والحروب والانتصارات وشو ما بدكم من هذا تاريخنا الحافل، فبتحس اللغة شوي جدالية أو يعني ثقيلة لنص هلأ ينتمي إلى هذا العصر. صارت أكثر تنتمي إلى الماضي. هلا ما بعرف إذا برح أقول شغلة قولي لي إذا عن جد خارج الموضوع ولا يزعلوا أصحاب اللغة العربية الفصحى. لا بالأخير هي اللغة، هو يستخدم اللغة في الكتابة، نعم. ولكن نتحدث عن اللغة المحكية وعن أيضا في المسرح واستخدامها أيضا لما بتمثل أنت وماذا تريد مني أيها مثلا الغريبة، لما تقول شو بدك مني هلا يعني بيطلع على شيء في شيء ثاني. هو حتى أنه مثلا لو نتفق أنه امرؤ القيس وعنتر بن شداد كانوا يكتبون بالعامية، يعني عربيتهم الفصحى كانت عاميتهم كانت عامية في ذلك العصر. طبعا كانت هي عاميتهم يعني. ما بعرف لا هي كانت لغتهم لغة العرب القديمة. كانت بتخيل اللي قدروا يوصلوا لهي المرحلة من التمكن من موسيقية اللغة وبالبحور وبهاي الاستطالة بالشعر يعني طبعا. أكيد كانوا يتملكوها فكانوا يستخدموها كل الوقت. هلا بحركة مثلا حركة البانيك اللي شيء ما له أي علاقة أبدا بالموضوع مع غابال أبدا. بيقول هي عندهم سلوغان، هي مثل شعار حركة البانيك اللي طلعت ب 1975 مع فرديناند غابال. بتعرفي من أهم الكتاب المسرحيين المعاصرين، يعني هلا لساته عايش عمره 78-77 سنة. بيقول إنه الحياة هي الماضي والإنسان هو المصادفة. هي المشكلة إنه نحن لما عم نحكي دائما بلغة الماضي فدائما عم نحول كل لحظة من الحاضر لماضي. في كل لحظة عم نعيشها مثل ما كنا عم نعيش الماضي قبل. عم نرفض الصدفة تماما. عم نرفض لحالنا انه نكون شيء جديد ما بنعرفه. عم نخاف من هذا الشيء الجديد اللي ممكن يطلع واللي ما متعودين عليه وما بنعرف لوين ممكن ياخذنا. عبد الرحمن خلوف شخصياته كمنتقات بعناية بالفعل، يعني سواء بمسرحية تحت الجسر ولا الأرواح إسمنتية، يعني في شخصيات خاصة يعني وبتحمل دائما تناقض مع بعضها، فأنت بتخلق بعتقد حواراتك أو هذا الصراع بالحوارات من ضمن اختلاف الشخصيات الفكري أو الاتجاه تبعه أو إلى آخره. حتى بمسرحية تيليكوموند كمان بنشوف تنوع هائل بالشخصيات، عندك صار شخصيات كتير. هذا شو سبب لك؟ يعني أنت عندك هون عدد كبير من الشخصيات وكل شخصية إلى كينونتها وإلى عوالمها وإلى، يا ترى أخذ منك كتابته لهذا النص أكثر من غيره مثلا لحتى تخلصه، لحتى تكون حاسس بأنه أنا تمام هيك أموري تمام؟ لا حقيقة ما أخذ وقت كتير، يعني بعد كونه تقنيا أخذ وقت الترجمة اشتغلنا، بس الشغل على النص كان كتير سريع وأخذ وقت سنة هو تقريبا اشتغلنا عليه أنا ونجداد، بس كانت كتير سريعة كونه ما كنت لحالي بالكتابة، كونه إحنا اثنين فكان في حوار، ولو إنه ما كنا نلتقى جسديا بس كنا نقضي على
على واتساب على فيسبوك ساعات ونحن عم نحكي وعم نرجع نكتب ونشتغل سوا ونتناقش بالشخصيات ونقدم الفعل شوي شوي. فهي الكتابة على 4 إيدين مثل ما بيقولوا هون، كتابة كتير كتير يعني مسلية وممتعة، لأنه الفكرة هي ما عاد بتصير أنت لحالك موجودة، ففي عندك أسئلة فورا بتقدر تطرحيها للأسئلة للشخص الثاني ويصير في هيك، خاصة أخي يعني بما أنه هو أخوك الأكبر يعني كيف كنت أنت يعني مطيع شوي يعني هو أخوك الأكبر يعني يعني هدول نحن بالثقافة العربية أخي أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة بنقول بالشام. نعم. ترجمت النص إلى الفرنسية، والآن سؤالي ممكن عن العمل لأنه الوقت يداهمنا ريم، فبدي أعرف العرض المسرحي يعني. العرض المسرحي حاليا يعني مثل ما قبل شوي قلت لك إنه هذا المشروع بلش بالعدة العكسية بالطريقة العكسية، يعني هلأ طلع النص وحاليا عم حاول اشتغل على إيجاد تمويل، ربما إيجاد تمويل، لأنه حقيقة العمل الثقافي العمل المسرحي بفرنسا يعني ممكن لما يكون عندك ممثل أو 2 أو 3، والحقيقة هي الشروط يعني حتى هن الفرنسيين صار عندهم نوع من النقد الذاتي فظيع، لأنه ما عم يشتغلوا إلا نصوص دائما مع ممثل أو ممثلين، لأنه بيعرفوا إذا بدهم تطلع على الواقع ما لازم يكون في أكثر من 5 شخصيات. فبنفس الوقت في كتير صعوبات عم تجينا من ناحية الإيجاد الجهات المنتجة، بس عن جد بنفس الوقت كمان كونه ما حدا عم يشتغل هذا النوع من النصوص عم يصير في شيء إيجابي، كونه عم يقولوا لي العالم أوكي معناتها إنه لسه في عالم مبسوطين إنه صعب بس منيح إنه لسه في حدا بيكتب هيك عن نصوص مع مسرحيات كبيرة مع 10 شخصيات مع عروض ممكن تضل 3 ساعات. يعني نحن عم نقترح على العالم إنه يجوا يشوفوا هي المسرحية اللي صارت بمشفى نفسي كل التحولات تبع الشخصيات ونقدمها رح تاخذ 3 ساعات تقريبا مع عرض مع 10 شخصيات مع عوالم بتستاهل انه مثل ما بيقولوا عمل ضخم يعني عمل ضخم انه يكون فيها كذا جهه منتجه ويكون انتاج مشترك حقيقه، يعني هذا هو الحل الوحيد. هلا وجودكم الان بصالون باريس وانت عم تعمل قراءات تقريبا بعتقد كل يوم لمده ما معينه، صحيح؟ عم بعمل لقاءات دائما، بعدين عندي قراءه مسرحيه هي بكره بهي النهار بيقولوا له الجورني يعني النهار المهني اكثر الساعة 2 للساعة 3 بعد الظهر، ومفترض أنه أقدر أحكي عنها قدام. أهم شيء هن العالم اللي عندهم مسارح مهتمين بأنهم ينتجوا أعمال مسرحية، فبكرة تماما. يعني في فرصة للمسرحية أنه تنسمع من قبل هدول المهتمين. تمام. هو النص لحاله بس لا يطلع بيصير فيه أداة توزيع كمان مهمة، يعني بيساعدك النص أكيد. لأنه بيصير بيدور العالم بتقرأ. هلأ تم اختياره لجائزة عنا بالأكيتين اسمها جائزة الاستوير، إنه جائزة النهر. امبارح وصلني الخبر فمبسوط إنه في 6 أعمال هدول الأعمال النهائية اللي وصلوا للليست فينال، يعني هو باللائحة النهائية بالشهر 8 بيجينا الخبر. يعني مجرد وجوده على اللائحة هو بيصير بيعطيه كمان إمكانية إنه حدا تاني يشوفه يسمع عنه. العرض بالفرنسية طبعا، العرض المسرحي سيكون بالفرنسية. ممكن أنك توافق أنه مخرج فرنسي يغير شوي، يعني يقتبس ويغير مثلا المشفى هذا من سوريا وياخذه إلى مكان آخر أو يحول شوية في النص؟ لا ما بتخيل غير قابل، لأنه الشرط المسرحي هذا المحلي يعني موجود بهي الشخصيات بقلب التاريخ السوري بقلب الحرب السورية. ممكن انه ناخذ حالات معينه وممكن يعني نلاقي للاسف الحروب تتشابه، يعني الحروب تتشابه والمشافي تتشابه والانسان هو الانسان يعني كمان مزبوط. يلا لك ممكن غير الجواب. ربما هو يغير لوحده، مش بيقول لك انه انا غيرت هون. بتوافق يعني؟ بوافق. هو انا دائما اول شيء بفكر بجاوب بعدين بفكر بعدين برجع انه ماشي الحال. اوكي بوافق. بس اقنع حالك. احسن شيء انك تقوم انت بإخراج العرض إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. ولو إجا حدا تاني عمله كمان كتير سعيد أنا بكون إني أنزل مع الجمهور وشوفه كمان. هي سعادة تانية لأنه بنكتشف شيء تاني مختلف. كل لما بده يعمله حدا تاني بيكون في وجهة نظر تانية وثقافة تانية عم تشتغل. ريم، طبعا أصحاب المسرح عندهم أصوات جميلة وأصوات إذاعية. شكرا كثير. زينت هذا الفضاء بالفعل. شكرا كثير لك. بتمنى لك عن جد التوفيق، وكمان إنك تنال الجائزة على نصك تيليكوموند بجائزة النهر والبحر والبر وكله. ويكون النص عن جد يلاقي الضوء بهيدي السنة. كل التوفيق لك. شكرا كثير لك ريم للاستضافة. شكرا رضا. شكرا. وأنا سعيد جدا بلقائك. الكاتب المسرحي السوري عبد الرحمن خلوف ضيفنا في مساحة حرة. ريم، نعم، إذا وصلنا بهذه
اللحظات إلى نهاية كافي شو اليوم. رضا، نود أن نشكر كل من تابعنا اليوم على مدى 3 ساعات من 8 وحتى 11. شكرا لسلافة في الإعداد والتنسيق، ولدنيا على الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي، إلى أن ينتقل إلى الإخراج المسرحي يوما ما. وإلى اللقاء.